انا من 5 دقايق بس كنت بعاملكم بالرفق واللين. مساء الفل. كتير مننا اتعرض لهجوم كلب، واكتر حاجه بنعملها وبنعلمها لاولادنا انه لو كلب هجم عليك اجري بسرعه علشان لو وقفت هيهجم عليك اكتر. الحقيقه بقى انه هنا ما ينفعش خالص انك تجري من قدامه، لازم ما يبانش عليك اي خوف او ذعر، لان الكلب بيحس بخوفك ده وهيبدا فعلا انه يهاجمك. هروبك كمان من قدامه هيزود عنده غريزه انه يطاردك اكتر. الحل انك تفضل واقف مكانك وما تتحرك، بلاش تبص ليه في عينه مباشره علشان ده هيحسسه انك شخص عدواني. لو معاك اي حاجه زي ازازه ميه، شنطه، حاول دايما انك تشتت انتباهه، يعني انك ترمي الشنطه دي بعيد بس ما ترميهاش عليه، او ممكن تجيب مثلا حاجه من الارض وترميها بعيد. المهم انك تشتت انتباهه. طب لو ما قدرتش تدافع عن نفسك والكلب هجم عليك فعلا، حاول على قد ما تقدر تحمي وشك ورقبتك، اهم حاجه. ولازم تبقى عارف ان سلاح الكلب في سنانه القويه، فدايما حاول انك تبعد راسه عنك بانك تضغط على رقبته لتحت. ولازم كمان تروح للدكتور لان اي خربشه او عضه خطر عليه، وكمان ممكن تسبب لك عدوى لانه ممكن يكون كلب مسحور. ودلوقتي بقت اي مستشفى فيها مصل وبيبقى مجانا بيحميك من اي عضه لاي حيوان مفترس. وبكده تكون خلصت معلومه النهارده. استنونا في خرافات وحكايات جايه كتيره، وسلام عليكم.